وشفاء المرضى وتعجيل فرج سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الجوادين الهمامين القمرين الزاهرين وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية على حب مولاتنا الزهراء بأعلى أصواتكم. إلى التواني إلى التواني صاحب الطلعة الغراء أما آن من أعداك أن تطلب الوتر فديناك يا صاحب الزمان فديناك كيف أغضيت عما جرى على بني المصطفى من هايا وقد صدع الصخرة تغضي وتنسى أمك الطهر فاطما يا صاحب الزمان أتغضي وتنسى أمك الطهر فاطما غدات عليها القوم قد هجموا جهرا أتغضي وشب النار في باب بيتها وقد أوسعوا في عصرهم ضلعها كسرى تغضي ومنها أسقطوا الطهر محسنا وقادوا علي المرتضى بعلها قسرى تغضي أتغضي والصوت العبد والشحمة نهى يا زهراء مولاي يا صاحب الزمان أتغضي وصوت العبد والشحمة نغى ومن لطمة الطاغي غدت عينها حمراء وويلا أتغضي وصوت العبد والشحمة نهى ومن لطمة الطاغي غدت عينها حمراء أتغضي وقد ماتت وملء فؤاد شجن وعلي قد شيع السر وعلي قد شيع السر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منه، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليمة وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد من إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا
ونتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله. فكان كمن تجبت سيد من خلقت، وصفوة من اصطفيت، وأفضل من اجتبيته، وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرجت بروحه إلى سمائك، وأودعته علمه ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرته بالروح والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم بكتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قومه فقال والملأ أمامه يا علي من كنت
من كنت ما بايع إمامك بايع إمامك فعلي اللهم واخذل. وقال من كنت أنا نبيا فعلي أمير. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين يا فاطمة يا زهراء. وأحل له من مسجده ما حلل وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك ودمك وسلمك والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي ما حالك هذه الأيام يا مولاي بفقد الزهراء. ولولا أنت يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي.
وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم، فأوحى قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولما قضى يا نحبة وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه، فقتل من قتل، فقتل ما ينقتل والسبي من سبيت، قل أنا زينب أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب يحجون عني، سلت المصايب ما سلني، ما سلني أنا مصايب حسين الدهنني، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.
وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعليه فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين الحسين. أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة. أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية. أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج. أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان. أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن. أين المتخير لإعادة الملة والشريعة. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده. أين محيي معالم الدين وأهله. أين قاصم شوكة المعتدين. أين هادم أبنية الشرك والنفاق. أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. أين حاصد فروع الغي والشقاق. أين طامس آثار الزيغ والأهواء. أين قاطع حبائل الكذب والافتراء. أين مبيد العتاة والمردى. أين مستأصلو أهل العناد والتضليل والإلحاد. أين معز الأولياء ومذل العدو. أين جامع الكلمة على التقوى. أين باب الله الذي منه يؤتى. أين وجه الله
الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح ونشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وابناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ الإمام الباقر يقول: ونحن في الخيام سمعنا تكسر أضلاع الحسين وحسينا. أين الطالب بدم المقتول بكربلاء وحسينا؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابنه علي المرتضى وابنه خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ يا زهراء، هذه أيام الزهراء، هذه ليالي استشهاد الزهراء. تقول أبويا 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 أمر على عبده وضربني ضربني ومن ضربته للقاعدني. يا رسول الله تقول ابويا 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 لانكسر قلبه ولا رحمني بويا ترى سياط قنفذ ورمتني يا ابويا. بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماية يا ابن السادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة،
يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أوثرا يا صاحب الزمان، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت بالنازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرها فحنا، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى، إلى متى إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين
فأطيل معه العويل والبكاء من جزوع، فأساعد جزعه إذا خلا. هل قضيت عين فساعدت عيني على القضاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى. متى نرد مناهلك الروية فنروى. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. متى ترانا اندب إمامك ونراياك. متى بعد متى ترانا. متى ترانا وقد نشرت لواء النصر. ترانا نحف بك وأنت أم الملا. وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا. وأبرت العتاة وجحدت الحوى. وقطعت دابر المتكبرين. واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد الحمد. يا الله اللهم أنت كشاف ارفع يديك بالدعاء الكرب والبلوى. وإليك أستعدي فعندك العدوى. وأنت رب الآخرة والدنيا. فأغيث يا غياث يا الله يا غياث. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى. وأره سيده يا شديد القوى. وأزل عنه به الأسى والجوى. وبرد غليله يا من على العرش استوى. ومن إليه الرجعى والمنتهى. يا اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك. خلقته لنا عصمة وملاذا. وأقمته لنا قواما ومعاذا. وجعلته للمؤمنين منا إماما. فبلغوا منا تحية وسلاما. وزدنا بذلك يا ربي إكراما. واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما. وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك. ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر.
وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد. وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة يا الله، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضي. وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. بيت الدعاء إن شاء الله وسدها وسدها يا من فضلك مل الدنيا يا علي، يا من فضلك ملا الدنيا وسدها، ويا مهدي حصن خيبر علي يا علي
وسدها ويا مهدم طول عاشوراء. ارفع ايدك وجاوبنا كلنا لقضاء الحوائج. ويا مهدم حصن خبر وسد يا الله بلحدها فاطمة بهيده يا علي بلحدها فاطمة بهيده وسيد وسدها علي لا تلجم الضاع الزكية علي لا تلجم الضاع الزكية يا الله. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا يا الله إلهي فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. إلهي فك دين كل مدين يا الله، فك أسر كل أسير. إلهي اشف كل مريض يا الله، شافي بشفائك عافي من بلائك. إلهي وفقنا لما تحب وترضى يا الله، اقضي حوائجنا جميعا يا الله. وحاجتنا أن تعجل في فرج سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، إنهم يرونه بعيدا ونراه. نتوجه لقراءة دعاء الفرج وقوفا جميعا لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وتمتعه برحمتك يا. نتوجه إلى الحسين. السلام على الحسين يا أبا عبد الله وعلى علي بن وعلى أولاده وعلى أصحابه. السلام على أبي الفضل العباس وأختي الحوراء زينب. السلام على سيدتنا مولاتنا فاطمة الزهراء. السلام على الإمامين الجوادين ورحمة الله وبركاته. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وبالأخص شهداء العراق الأبرار أموات خدمة الإمامين الجوادين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة 3 بأعلى الأصوات.
تقبل الله أعمالكم جميعا بخير وبركة. ندعوكم لحضور المجلس الحسيني الذي سيقام بعد قليل إن شاء الله، المهدى إلى مولاتنا الزهراء ببركة الإمامين الجوادين وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.